واش عمرك سولتي راسك علاش كنقولوا شكرا؟ كنقولوا شكرا لمجموعه من الاسباب، واللي منها التعبير عن الامتنان لذاك الشخص. فشكرا هي كلمه بسيطه كتعبر على الامتنان ديالنا لذاك الشخص اللي قدم لينا خدمه ولا شي عمل دارو على قبلنا. شكرا كتبين على التقدير ديالنا للشخص على الجهود اللي دارها لينا واللي دارها على قبلنا. شكرا كتساعد على تقويه العلاقات الاجتماعيه بين الناس. شكرا هي واحد علامه التقدير والاحترام للناس اللي كيكون بيناتنا التعامل. شكرا كتساعد على خلق جو ايجابي ومحترم في التواصل بين الناس. شكرا كتعطي تحفيز للناس باش يزيدوا يقدموا مساعدات، حيث كتبين لهم باللي المساهمات ديالهم عندها واحد الفضل وعندها واحد القيمه وعندها واحد الفضل على الوطن. شكرا كتساعد على خلق واحد البيئه ايجابيه كتشجع على التعاون والمشاركه. شكرا كتحسن الشعور ديالنا بالرضا عن النفس. اما بالنسبه لكلمه شكرا للاطفال فهي واحد الكلمه مهمه باش يتعلموا التقدير والاحترام للاخرين، وكتساعد على غرس قيم ايجابيه في النفوس ديال الدراري الصغار. في الختام شكرا هي واحد الكلمه بسيطه ولكن ليها معاني عظيمه. من المهم انك تقول شكرا لاي واحد قدم لك خدمه ولا كلمه طيبه، او مهما كانت قيمه الشيء اللي قدم لك الشخص سواء صغير ولا كبير. فكلمه شكرا كتبين على الشكر ديالنا والامتنان والتقدير للناس، وكتساعد على تحسين العلاقات. شكرا لكم فاش وصلتوا حتى لهنايا. تهلاو.